لو سألتك دلوقتي ايه الفرق ما بين ال NPM وال NPX، غالبا هتقول الاتنين نفس الحاجة، لكن الحقيقة ان كل واحد ليه وظيفة مختلفة، ولو فهمت الفرق ده هيوفر وقت ومشاكل كتير اثناء شغلك. لو انت مثلا بتشتغل مع الجافا سكريبت او النود جي اس، فغالبا الامر ده عدى عليك، بس اوقات كنت بتيجي تكتب مثلا امر زي ده، وكنت اسأل نفسي طب لما انا باجي اخدها من عصيرها وباجي استخدم ال NPM كان بينزل لي الباكج كلها، طب ليه استخدم ال NPX؟ فخلينا نعرف ايه الفرق بينهم وامتى نتعامل مع ال NPM وامتى نتعامل مع ال NPX. طيب يعني ايه NPM؟ ال NPM باختصار هو النود باكج مانجر، وده المسؤول عن تحميل وإدارة الباكجات داخل أي مشروع، وليكن مشروع مثلا زي الجافا سكريبت. طيب خلينا نعمل مثال، بس قبل ما نعمل المثال ده من المفترض إن أنت مسطب النود جي اس. نيجي نفتح التيرمينال بتاعنا هنعمل مثلا فولدر جديد ونسميه، نقول له mkdir npm test، ندخل على الفولدر بتاعنا. طيب هنيجي نعمل الامر الامر ده بيقول npm initialization ماشي داش واي، يعني داش يس، انت موافق ان انت تنزل كل الديبندنسيز بتاعه ال npm عشان يسرع لي عمليه الانيشاليزيشن، تمام؟ وده هنتطرق ليه بعدين. ممكن برضو نفتح المشروع اللي احنا عملناه دلوقتي جنبنا هنا، زي ما احنا شايفين كده. لما جيت فتحنا الفولدر بتاع المشروع لقينا ان هو نزل لي كل الباكجز الديبندنسيز بتاعت الجيسون زي ما احنا قلنا له في الامر بتاع ال NPM initialization دوت. هنيجي نفتح المشروع بتاعنا في اي محرر عندنا، وهنيجي جوه الفولدر نقول له NPM install cow.c. الامر ده بيقول لي كده بالظبط، حمل لي كل الباكج وخزنها جوه المشروع ده. طيب بعد ما عملنا الانستول للباكج ظهر لنا حاجه كده في المشروع بتاعي اسمها node modules. تمام، الفولدر ده اعتبره المخزن اللي ال NPM بتحط فيها كل المكتبات اللي المشروع بتاعك محتاجها. طيب دلوقتي خلينا نشوف لو حاولت اشغل الكاوسي اللي احنا عملناها من شويه عن طريق ال NPM. انا هنا حاولت اعملها، هو اداني ايرور، يعني لو جيت طب كاوسي هلو زي كده هو قال لي command not found. طيب هنا المشكله ان احنا ثبتنا الباكج بتاعتنا لوكال مش جلوبال. طيب طبعا قعدوا يفكروا نحل القصه دي ازاي، فقال لك خلاص خلينا نستعمل حاجه اسمها ال NPX بدل ال NPM. طيب لو افترضنا ان احنا جينا كتبنا NPX كاو سي هلو ودوسنا انتر، فظهر لنا شكل الكاو او شكل البقره دي وهي بتقول لنا هلو. تمام، عظيم جدا. خلي بالك من حاجه، انا جربت ال NPX مش ال NPM، يعني انا ماليش دعوه بالباكجز خالص اللي عندنا اللي هي دي، اشتغلت عادي بدون ما اثبتها على الجلوبال. طيب دلوقتي ممكن حد يسال سؤال، طيب ما انا كنت مثبت الباكج بتاعه الكاو سي اصلا باستخدام ال NPM، ليه استخدمت ال NPX؟ الإجابة هنا إن ال NPM وظيفته التثبيت فقط، لكن ال NPM لوحده مش بيشغل لك الأداة. فبعد ما ثبتنا الكاو سي دي جوه المشروع محتاج طريقة بقى نشغل بيها الأمر اللي احنا عملناه بتاعها، وهنا بقى بيجي دور ال NPX. بس برضو في نقطة مهمة، يعني لو جينا نشوف أصلا الكاو سي دي موجودة ولا لأ عشان نتأكد، لأن ممكن تكون مش موجودة، لأن هو جاب لي بيقول لي إن command not found لما جيت استخدمت الكاو سي هلو على ال NPM لو ناخد بالنا. طيب خلينا نكتب مثلا NPM list دي، بيقول لي يعني، او انا بقول له شوفها لي هي موجوده اصلا في الليست ولا لا. كاو سي بالظبط قال لي ان هي موجوده اهي كاو سي، وجاب لي رقم الاصدار بتاعها، فمعنى كده ان هي متثبته بالفعل. لكن علشان اشغلها بسهوله بنكتب NPX او بنستخدم ال NPX. الاحلى من كده بقى ان ال NPX اصلا يقدر يشغل ادوات حتى لو مش متثبته عندك. فده ازاي؟ وجينا مثلا نجرب على فولدر فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه، تمام، وجينا قلنا نفتح التيرمينال عليه، وجينا كتبنا مثلا NPX كاو سي، ممكن نقول هلو عبده ونقول له اوكي. نلاحظ هنا هو بيقول لي ان انت عايز تعمل انستول للباكجز دي حاليا مش على طول، يعني هو هينزلها لي بس وقت ما انا شغال، وقت ما انا عايز اجرب الاداه دي. اقول له اوكي يس، زي ما احنا شايفين قال لي هلو عبده، يعني هو شغلها لي بدون اي مشكله. اللي حصل هنا ان ال NPX شغل لي الاداه، وبعد ما اقفلها
خلاص شكرا انتهى الموضوع، يعني بعد ما اقفل التيرمينال الموضوع بتاعي انتهى. طيب خلينا بقى نسيبنا من البقرة ونعمل مثال حقيقي بيحصل دايما في شغلنا. خلينا هنيجي نفتح نيو ويندوز تيرمينال جديد وهنكتب فيه nbx create next app ونسميها my app مثلا. برضه هو هيقول لي ان انت عايز تنستول الباكجز دي اللي هي الnext.js، هنقول له اوكي. طيب هو هنا بيقول لي ان الاسم اللي انا مسميه له ده مش مظبوط شويه، هو بيقول لي ما تستخدمش حروف كابيتال. طيب كويس، خلينا نيجي نعدل، ممكن نشيل الاسم ده خالص ونكتب ماي اب بدون اي حروف كابيتال خالص. هيسالني هنا انت عايز تستخدم التايب سكريبت، اقول له اوكي ماشي، نقول له نان. برضه بيسالني انت عايز تشتغل على تيل ويند ولا CSS، هقول له اوكي ماشي. خلينا نقول له هنا نو. عايز اب راوتر، اوكي ماشي. خلينا على الاعدادات الافتراضيه. فلو انت بتشتغل رياكت او next.js فغالبا شفت الامر ده قبل كده اللي احنا عملناه وشفت الكلام ده كله، فانا مش محتاج افضل مثبتها عندي طول الوقت، لاني خلاص دلوقتي اصبح ان كرييت نيكست اب اللي احنا عملناه من شويه دي عباره عن اداه، فانا محتاجها مره واحده بس عشان ننشئ بيها المشروع بتاعي اللي احنا اوريدي عملناه مع بعض دلوقتي. فانت تخيل معايا ان الام بي ام ده زي انك تشتري مثلا عده كامله وتحطها في الورشه بتاعتك، ولكن الام بي اكس فزي انك هتستعير مثلا مفك لمده دقيقه تخلص شغلك وترجعه تاني. ببساطه لو هتستخدم الاداه باستمرار فانت يفضل انت تستخدم الان بي ام، لكن لو محتاجها لمهمه سريعه دلوقتي فطبعا يفضل تستخدم ال NBX. عشان كده فريق ال next.js نفسه بينصح باستخدام ال NBX.